هذا البرنامج برعاية دار المرأة في قامشلو والهلال الأحمر الكردي. للمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل أو زيارة دور المرأة والهلال الأحمر الكردي في المدن والبلدات التالية: دار المرأة قامشلو، الحي الغربي، خلف جامع قاسمو، مقابل مدرسة الزهراء. هاتف 426 184. دار المرأة الحسكة، تل حجر، فوق حلويات العمر، مقابل مدرسة عدنان مالكي، شارع الكراج. هاتف 371 115. دار المرأة جركيلجي، شارع البلدية، مقابل الدكتور خليل للأسنان، بجانب مؤسسة نقابة الفلاحين. الهلال الأحمر الكردي، مستوصف قامشلو، جانب مشفى بنك الدم. موبايل 098 164 5879. مستوصف جركيلجي، موبايل 093 59 85 121. مساء الخير مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص بالمرأة برعاية الهلال الأحمر الكردي ودار المرأة في قامشلو. أعلنت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية عن موعد افتتاح المدارس يوم غد الأحد 27 من أيلول سبتمبر الحالي، مشددة على مراعاة كافة القواعد الوقائية والصحية للطلاب. يشار إلى أن الإدارة الذاتية قد قررت في آب أغسطس الماضي تأجيل افتتاح المدارس حتى 4 من شهر أكتوبر تشرين الأول، وذلك بسبب تزايد انتشار فيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية. فما هو سبب تقديم موعد افتتاح المدارس، وما هي أهم القواعد الصحية والوقائية التي سوف تتخذها هيئة التربية والتعليم لتأمين الحماية للطلبة والتلاميذ من خطر فيروس كورونا؟ أهم النصائح للطلبة والأهالي في بداية العام الدراسي الجديد. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا عبر الهاتف زهرة العلي، نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة. مساء الخير أنسي زهرة. يا هلا، مساء الخيرات. أهلا. في البداية أنسي زهرة، لو تتحدثي لنا عن سبب افتتاح المدارس غدا الأحد 27 من أيلول قبل أسبوع عن موعدها المحدد. طبعا بداية نقول نقول لكم أسعد الله أوقاتكم. نبارك العام الدراسي الجديد بعام 2021 لجميع أبناء الطلبة والمعلمين، والتهنئة الحارة لأهالي الطلبة الأعزاء، مع تمنياتنا بعام مليء بالصحة والسلامة والنجاح والتوفيق للجميع. طبعا بعد صدور تعميم هيئة التربية والتعليم شمال وشرق سوريا، سيتم افتتاح المدارس في 27/9 مدارس إقليم الجزيرة يوم الأحد، مع مراعاة كافة القواعد الصحية والوقائية للطلاب وحتى المعلمين. طبعا تم تقديم موعد افتتاح المدارس بسبب رفع الحظر بشكل تام، من افتتاح صالات الأفراح وخيام العزاء ودور العبادة في المساجد والكنائس. هيئة التربية والتعليم قرار بفتح المدارس. نعم، ما هي خطة هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة لبداية العام الدراسي الجديد 2020 و2021؟ طبعا لدى هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة خطة في عام 2020 و 2021 إتمام المراحل التعليمية بشكل كامل، والتي تبدأ من الروضات والصف التحضيري في مراحل وجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. طبعا في هذا العام سيتم دخول الصف الثالث الثانوي بكالوريا. نعم. ونقوم بذلك أتممنا مراحل الدراسية جميعها،
ويتم إيصال الطالب لجامعات روج آفا وجميع المعاهد في شمال وشرق سوريا. طبعا قامت هيئة التربية والتعليم بتأمين احتياجات ولوازم افتتاح العام الدراسي الجديد، تأمين مستلزمات المدارس وتأمين التدفئة في المدارس. نعم. وتوزيع أضابير وسجلات للطلاب. نعم، هاي بالنسبة لخطة هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة. شو هي القواعد الصحية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها من قبلكم لحماية الطلبة والتلاميذ من خطر الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19؟ طبعا اتخذت هيئة التربية والتعليم تدابير وقائية وصحية تنظيف المدارس وتعقيمها، تعاون هيئة التربية والتعليم والصحة والبلديات ومشاركة كافة المعلمين قاموا بتنظيف المدارس وتعقيمها، وإلزام الطلاب والمعلمين بالتقيد بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين. طبعا لدينا أيضا خطة تفريغ المعلم في كل مدرسة لمراقبة الوضع الصحي للطلاب والتلاميذ ومنع احتكاكهم المباشر مع بعضهم، طبعا في أثناء الاستراحات وحتى أثناء الحصة الدرسية لمراقبة أوضاعهم الصحية. وفي حال ظهور أي شكوى أو ارتفاع حرارة لدى الطالب يتم الاتصال مع الأهل لإعلام وضع أبنائهم الصحية وإرسالهم للمنزل وإعطائهم إجازة. نعم، بالنسبة للتعقيم راح يكون بشكل يومي أو بشكل أسبوعي؟ طبعا تعقيم المدارس انتهت هيئة التعليم من تعقيم المدارس. أما بالنسبة لتعقيم الطلاب سيكون بشكل يومي عند دخولهم للمدارس في الصباح. يقوم المعلمين بالتأكد من تعقيم الطلاب لأياديهم وارتداء الكمامات قبل دخولهم للمدرسة. طبعا هذا التدبير للمعلمين وحتى الطلاب. نعم، كهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، هل كان لكم أي تواصل مع أهالي الطلبة والتلاميذ حول موعد افتتاح المدارس وبدء العملية التدريسية؟ طبعا تم تواصل المعلمين وحتى الإداريين بعقد اجتماعات مع الأهالي وأولياء الأمور لشرح الوضع الصحي بالمدارس وشرح الوضع التعليمي. تم عقد اجتماعات معهم وأخذ آراء الأهالي، فكان إقبال كبير لدى الأهالي بافتتاح المدارس بسبب انقطاع الطلاب لفترة طويلة من الزمن عن تعليمهم. نعم، يعني الأهالي كانوا موافقين مع افتتاح المدارس طبعا بنسبة غالبية كبيرة الأهالي كان عندهم إقبال بالموافقة. نعم. أنسة زهرة، هل سيتم تقليص عدد ساعات الدوام الحصص الدراسية؟ طبعا سيكون لدينا خطة بتقليل عدد الطلاب بالصف الواحد وتقسيم الطلاب في الصف. طبعا مثلا كجلوس كل طالب بمقعد لوحده لعدم احتكاكه مع الطالب الآخر. يتم تقسيم الدوام المدرسي لأكثر من مرحلة، يعني الصف ممكن أنه يداوم اليوم 10 طلاب، في اليوم الثاني 10 طلاب الآخرين. طبعا هذه قواعد الاتباع قواعد التباعد الاجتماعي ضمن المدرسة وضمن الصف. نعم، بس ممكن توضحي هالفكرة أنه طلاب 10 طلاب في يوم و10 البقية في يوم آخر، يعني راح يداوموا هيك 3 أيام بالأسبوع كل طالب؟ تمام هو هذا. طبعا يوجد عدد كبير في المدارس في الصف الواحد. سنقوم بتقسيم عدد الطلاب، يعني كل صف سيتم جلوس أكثر تقريبا 10 طلاب أو أقل أو أكثر بقليل لمنع الاحتكاك المباشر والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. نعم، بالنسبة للحصص الترفيهية كالرسم، الرياضة، الموسيقى، هل سيتم إلغائها لعدم احتكاك الطلبة مع بعض أسوة بقرار وزارة التربية السورية؟ طبعا هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة لديها قراراتها الخاصة وليس لديها أي صلة مع وزارة التعليم السورية. طبعا أنا قصدت أسوة بقرار وزارة التربية السورية. طبعا نحن في وضع طارئ. نعم. خاصة بانتشار مرض كورونا، فسيتم إزالة هذه المواد بشكل مؤقت لتكثيف إعطاء المواد التعليمية للطالب. طبعا في حال انتهاء مرض كورونا سيرجع البرنامج مثل قبل.
نعم، تركزون على المواد الأساسية. المواد العلمية والأساسية. نعم. ضمن المدرسة هل سيكون هناك لجنة صحية لمراقبة أوضاع التلاميذ والطلبة؟ وفي حال ظهور إصابات ما هي إجراءاتكم التي سوف تتخذونها؟ طبعا مثل ما ذكرتي أنه راح يكون في معلم ضمن المدرسة. تمام. طبعا هذا المعلم سيكون على تواصل مع اللجنة الصحية، هاي لجنة من قبل هيئة الصحة وهيئة التربية لمراقبة أوضاع الطلاب الصحية. نعم. وفي حال ظهور إصابات شو هي الإجراءات؟ تمام. في حال ظهور إصابات مثلا ظهرت إصابة في صف معين أو في مدرسة معينة، يتم إغلاق المدرسة بشكل مؤقت لتعقيمها وإرسال الطالب للمنزل وخضوعه للحجر الصحي وتواصل مع هيئة الصحة والأطباء. نعم. بالنسبة للمراقبة راح تكون يومية لجميع الطلبة أم فقط الطالب اللي يعني يصير عليه أعراض الكورونا كحرارة أو سعال؟ لا، طبعا المراقبة الصحية تكون بشكل يومي بشكل دقيق. نعم. يعني ما يعني ليس بالضرورة إذا ظهرت حالة صحية معينة، لا، المراقبة ستكون بشكل دقيق وبشكل صحيح، من تعقيم الحنفيات أو تعقيم الصفوف، تعقيم اليدين للطلاب، يعني تكون بشكل دقيق. نعم. آسيا زهرة راح ناخذ فاصل صغير ونرجع. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا متابعي إذاعة بوير في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص حول إجراءات الإدارة الذاتية مع عودة افتتاح المدارس. أهلا وسهلا فيك مرة تانية آنسة زهرة العلي. أهلا وسهلا فيك آنسة زهرة، حبذا لو تتحدثي لنا عن أهم التعديلات في مناهج في مختلف المراحل الدراسية في مدارس الإدارة الذاتية، عن المناهج في جميع المراحل. طبعا لدينا مؤسسة مناهج قامت بإعداد وتأليف المناهج الدراسية لجميع المراحل، ففي كل عام نبحث عن التطوير ووضع المعلومات الجديدة تتناسب مع مستوى الطلاب، يعني كإجراء بعض التغييرات للمصطلحات البسيطة. فنحن نبحث بشكل مستمر عن التطوير للمناهج. نعم. هل تم أخذ الملاحظات والنواقص التي وردت في المناهج سابقا بعين الاعتبار؟ طبعا حدثت بعض الأخطاء البسيطة في المنهج وتم تداركها في الأعوام الحالية، تم تجميع هذه الأخطاء وتصحيح في المناهج. نعم. برأيك آنسة زهرة، هل استطاع الكادر التدريسي في السنة الماضية إيصال المادة التعليمية وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية ودراسة احتياجات الطلاب، خاصة أنه كان بلشتن بدراسة التعليم عن بعد أونلاين؟ طبعا هيئة التربية والتعليم تمتلك كادر تدريسي بمستوى تعليمي عالي ومخصص، وجميع معلمين خريجين جامعيين وخريجي معاهد. طبعا في كل صيف ينضموا لدورات تعليمية صيفية تعليم مستمر لإغناء مستواهم التعليمي وتكثيف معلوماتهم. طبعا معلمين ينضموا لدورات أكاديمية مغلقة للمناهج التعليمية باللغتين العربية والكردية لجميع المناهج العلمية والأدبية أيضا. فمستوى التعليمي في مدارسنا في تطور مستمر وتحسين للأفضل. نعم. في حال إغلاق المدارس مرة أخرى هل ستلجؤون إلى خطة التعليم عن بعد؟ طبعا نحن وضعنا خطة بديلة حتى لا ينقطع أبنائنا عن التعليم. شو هي الخطة البديلة؟ الخطة البديلة هي التعليم عن بعد، التعليم أونلاين يعني عن طريق الإنترنت. نعم. الآن يتم تجهيز الدروس، يقوم الكادر الإعلامي بتصوير الدروس وتجهيزها لمتابعة الطلاب والمعلمين لهذه الدروس عن بعد. في حال ظهور أي حالات كورونا مثلا أو حالات انتشار المرض وتم إغلاق المدارس، فالطالب يتم متابعة تعليمه عن طريق الأونلاين حتى لا ينقطع عن التعليم. نعم. في حال ظهور إصابة
طالبي فيروس كورونا، هل سيتم إغلاق الصف أم المدرسة بكاملها؟ طبعا في حال وجود أي ظاهرة مرض كورونا، إن كانت شك أو إصابة مثبتة، يتم إغلاق الصف، تعقيم الصف وإغلاق المدرسة بشكل مؤقت ليوم أو يومين ليتم تعقيم المدرسة بشكل كامل ويعاد الدوام بشكل طبيعي. نعم، ما هي النصائح والتوجيهات التي تقترحيها للطلاب أولا وللأهالي ثانيا في بداية العام الدراسي الجديد؟ طبعا بداية نتوجه بكلمة لجميع أهالينا وأولياء أمور الطلبة، يعني نتقدم بطلب بإرسال أولادهم للمدارس، خاصة بعد انقطاع التعليم فترة زمنية طويلة لعدة أشهر. فعلينا التكيف مع فيروس كورونا لأنه مرض عالمي واسع انتشار وليس يعني محصور بمنطقة معينة. طبعا على الطلاب والمعلمين التقيد بقواعد التدابير الصحية والوقائية، ويجب أن نتعاون مع بعضنا البعض كمعلمين وأهالي طلبة لإيصال وإنجاح مستقبل طلابنا وإيصاله لمستقبل زاهر. نعم، لو لك كلمة أخيرة نختم فيها حلقتنا. طبعا الهدف الأول والأساسي لدى هيئة التربية والتعليم إنشاء جيل متحرر بفكر متحرر بمجتمع ديمقراطي حر. نتمنى على جميع الطلاب والأهالي وحتى المعلمين التكاتف مع بعض، التعاون خاصة في هذه الظروف الطارئة لإيصال الطلبة لبر الأمان لحمايتهم من هذا الفيروس أولا، وثانيا لإتمام المرحلة التعليمية التي كل طالب يأخذها في المدرسة. فنتمنى من الجميع أن يلتزموا بالقواعد الصحية أولا، ثانيا يلتزموا بالدوام. فنحن بوضع طارئ، فلا ندري إذا بعد كم شهر ينتهي هذا الفيروس أو يستمر أو تأتي موجة مرض أكثر قوة من هذه الفترة، فعلينا التكيف مع هذا الفيروس. نعم، شكرا لك أنسة زهرة العلي. الشكر الأول لكم ولجميع مستمعينا. نكرر تهانينا لأهالينا ومعلمينا وطلابنا ونهنئهم بعام دراسي جديد مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح. شكرا. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة حول إجراءات الإدارة الذاتية مع عودة افتتاح المدارس. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفتي عبر الهاتف زهرة العلي، نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن إصغائكم، ووعدنا في الأسبوع القادم. إلى اللقاء. البرنامج بسپانسریا مالا جنی لقامشلو و هیواسور آکرده. اگر پرسن و هبن هندکارن پیوندی یانجی سردانا مالا جنی و هیواسور آکرد بکن. مالا جنی قامشلو تاخا غربی لپشت مزگفتا قاسمو برانبر دبستانا زهرا. تلفون عرضه 426 184. مالا جنی لحسكي تل حجر لجورا شيرينغها العمر برانبر دبستانا عدنان المالكي كولانا جراجان. تلفون عرضه 371 115. مالا جنی لگركي لگي كولانا شرداريه برانبر دكتور خليل يدرانان لكيلكا سازي و سنديكيا جوتياران. هيواسور آكورد نخوشخانه قامشلو لكيلكا بنقدم. موبايل 09 حيشتيك 64 58 79. نخوشخانه آگركيلگي موبايل 09 35 98 51 22.